انتوا خليتوني في القناة اعمل حاجات كنت مستحيل ان انا اعملها. النهاردة هعمل لسان. شايفين؟ مش عايزة اقول لكم الجزار يعني ربنا يسامحك كان بعتهولي بلغاليغه بقى، فانا قعدت اشفي وانضف، ما رضيتش اجيبها لكم الموقف ده لان هو كان مقرف. بصوا خلاص غسلته غسله نظيفه وظبطناه. طبعا ما بيتغسلش ولا بليمون ولا بملح ولا باي حاجه من الحاجات دي. انا شطفته شطفه كويسه جدا وشلت كل الحاجات اللي من تحت دي، ويلا بينا نسلقه. انا هسلق اللسان بتاعي على مرتين. اول مره هجيب حله واحط، ولازم تبقى فيها ميه مغليه، وهنزل فيها اللسان بتاعي وهسيبها حوالي ربع ساعه لغايه لما كل الزفاره بتاعه اللسان تطلع، وبعد كده نحطها في ميه نظيفه ونزود لها المطيبات. هسيبها ربع ساعه وارجع لكم تاني. شايفين معايا؟ خلاص هو كده ليه حوالي ربع ساعه. تعالوا نطلعه. هنطلعه بالشكل ده. ومعايا هنا حله تانية فيها ميه بتغلي، هبدا اجهزها. احط لها بصله وحبه جزر حلوين كده، ومعايا هنا ورق لورا وحبهان وفلفل اسود حصى. وبعد ما حطينا المطيبات هنحط بقى اللسان بتاعنا بالشكل ده. وبعد ما حطينا اللسان هسيبه يستوي مش اقل من 3 ل 4 ساعات. هو بياخد وقت طويل، بس انا اللسان اللي معايا النهارده صغير فمش هياخد معايا 3 ساعات، وهقول لكم في الاخر هو خد معايا وقت قد ايه. طبعا انا ما بحطش ملح خالص في الخطوه دي، انا بحط ملح قبل ما اطفي عليه ب10 دقايق ربع ساعه بنحط الملح. هسيبه يستوي وارجع لكم تاني. اللسان بتاعنا قرب يستوي دلوقتي. تعالي نجهز احلى صلصه هناكلها مع اللسان. بصوا معايا هنا بقدونس وشبت، يعني حوالي كوبايه هنحطها في البوله بتاعتنا. ومعايا هنا قرن فلفل سبايسي وقرن فلفل اخضر، وطبعا كل المكونات متقطعه صغير خالص. ومعايا هنا بصله مقطعه صغير، بصل احمر هتبقى تمام جدا وبرده متقطع صغير. ومعايا هنا قرن فلفل سبايسي بس لونه احمر عشان يديني لون حلو في الصلصه بتاعتي او في السلطه الحلوه دي. مش عارفه اسميها صلصه ولا اسميها سلطه، مش عارفه، فكروا معايا نسميها ايه. معايا 4 فصوص توم انا مقطعهم صغير خالص، وكمان معايا معلقه صغيره هريسه شطه. ومعايا هنا يعني معلقتين كبار خل تفاح، عصير ليمونه، وهشوف لو احتجت هزود. ومعايا معلقه كبيره زعتر، المفروض يبقى فريش بس انا مش عندي فريش فانا استخدمت مجفف. ورشه ملح حلوه كده، يعني نص معلقه مثلا، وربع معلقه فلفل اسود، وهشوف لو احتجت هزود. البطل معايا زيت الزيتون، ربع كوبايه زيت زيتون. ونقلب بقى العظمه دي كلها مع بعض. يعني الصلصه دي يفضل تتعمل قبل الاكل ب4 5 ساعات، يعني ممكن تعملوها قبل ما تبداوا في اللسان اصلا، لان كل ما هتقعد كل ما هتدينا طعم خطير. بصوا عامله ازاي. وطبعا الكميه تقدروا تزودوها براحتكم. عايزه ادوق كده واشوف الملح اخباره ايه. سبايسي، لا ملحها كويس. بصوا خطيره. هنركنها على جنب وتعالوا نشوف اللسان. بصوا معايا اللسان استوى وبقي تمام. طبعا هو قعد معايا على النار 3 ساعات لان ده لسان صغير، لكن لو كبير هياخد معانا حوالي 4 ساعات. هنطلعه. طبعا انا حطيت الملح يعني من حوالي ربع ساعة كده. دلوقتي يلا نطلع اللسان بتاعنا. لازم نقشر اللسان بتاعنا وهو سخن، بس انا هسيبه يعني 5 دقايق يهدى ونبدأ نقشر. بصوا بيتقشر ازاي بسهولة. لو سبتوه يبرد مش هيتقشر معاكم خالص، يعني هيغلبكم. بصوا نجيبها من الناحية دي. بصوا لسان يعني. خليتوني اعمل حاجات كنتش تتوقع ان انا ممكن اعملها في حياتي. هما اللي خلوكي. ماشي. توحم بعد عنك. عماد انت اول، يعني غالبا دي اول مره تاكل لسان. انا اكلته مره قبل كده. انا اول مره ما اكلتش قبل كده. لا انا اكلته قبل كده، يعني ماما عملته كام مره فانا اكلته من ايدها، بس انا ما فكرتش في حياتي ان انا اعمله. بس طبعا بما ان احنا في اسبوع التحابيش فقلت ايه، يلا بقى يلا نجرب. بصوا اللسان وهو بيتقشر وهو سخن اسهل بكتير من وهو بارد، فعشان كده قشروه في الوقت ده. هتتلسعوا دقيقه بس، يعني ايه عشان ما يغلبكمش بعد كده.
بصوا بيتقشر بسهولة ازاي. ريحته حلوة على فكرة. الراجل اللي قطعه مش انا، اسمع لي. هقشر الحتة دي كمان. شكل اللسان بتاعنا بعد ما قشرناه في لحظات يعني. بصوا اهو زي الفل. بصوا المفروض نقعد نقطعه دلوقتي، بس صراحة انا مش عايزة اقطعه دلوقتي، انا عايزاه يبرد شوية عشان لما اجي اقطعه يتقطع معايا سلايز ما يبقاش مهري. هسيبه يبرد وارجع لكم تاني. اللسان بتاعنا برد طبعا، انا سيبته يبرد عشان اعرف اقطعه بسهولة من غير ما يتهري مني. بصوا هنقطعه سلايزات بالشكل ده. بصوا مستوي وزي الفل. طب ليه اللسان بياخد وقت طويل في السوا يا جماعه؟ دي عضله وطول النهار بترغي، فلازم ايه تاخد وقت طويل في السوا. بس اللسان اللي معايا النهارده منمنم جدا. بصوا سلايز كده، ونحمره بقى في زبده سمنه. يعني هنظبطه دلوقتي. طبعا ينفع طاجن، بس انا مش عايزه اعمله طاجن لاجل الامانه، يعني حسيته هيبقى تقيل قوي. هو هيبقى خفيف كده. لو انتوا عايزينه في طاجن ابقى اعمله لكم في مره تاني. بصوا خطير. استكات. ده مش لسان يا جماعه، ده استكات. بصوا شكله حلو ازاي، خطير ومستوي وزي الفل. تعالوا دلوقتي بقى نحمره. دلوقتي بقى هنجيب طاسه ونحطها على النار ونسيبها تسخن كويس جدا. معانا حاجتين، لا اما نحمر اللسان بتاعنا في زبده، لا اما نحمره في سمنه بلدي. بس صراحه انا قلت هحمره في سمنه بلدي، لكن ده يعني على حسب مزاجكم. هنا احط معلقه سمنه كده، ولو احتجت في النص هزود. وممكن على فكره تحطوا فلفل معاه او تحطوا توم، لكن انا عايزه احمره بس. كفايه عندي يعني ايه اسميها تبوله دي ولا سلطه، كفايه السلطه الرهيبه دي. في الفوطه هنا في اختراع بس هوريه لكم في الاخر. بصوا هنسيبها ايه تسخن. طبعا ايه عماد هياخد ساتر دلوقتي. عماد بيجري في الزيت. ايوه ده سمنه يا عماد. عماد بيجري في اي تحمير. اي تحمير لازم تجري. بعد ما عملناها بقى ايه لسه السنه، بس يعني ايه احطها دلوقتي بدل ما تفضفط علينا. دي برضه وجهة نظر صح. نحط بقى الاستكات اللسان بتاعنا. انا مش حاسه دلوقتي، انا مش حاسه لسان صراحه. هنضحك على العيال ونقول لهم لحمه. هنقول لهم لحمه محمره، لو قلنا لهم لسان يعني ما اعرفش مش هيرضوا ياكلوه. والله خطير. انا ما كنتش متوقعه اصلا ان انا هاكله اصلا. ونرش عليه رشه ملح حلوه كده. ورشه فلفل اسود. وزي ما قلت لكم لو عايزين تحطوا شرايح فلفل سبايسي اوكي. عايزين مثلا تحطوا سنه توم صغيره تمام، بس انا بالنسبه لي كده حلو قوي. هسيبها بقى تتحمر من ناحيتين وارجع لكم تاني. وطبعا عشان نرحم نفسنا من الفطفطه فممكن نغطيها كده علشان خاطر ايه الطرطشه اللي بتطلع. خلي بالنا بقى، يعني انا ممكن احط ساتر كده. كده استنى يا عماد خلينا مركزين في الساتر ده. اوه بصوا اللون خطير. تحميره عظيمه. بصي يا عماد اللون فايتك كتير انت اهي. انا شايفني هنا وهنا والله، انا مش عارف انا شغال معاك النهارده. شايفين الحركات والالوان بجد لونها تحفه. هغطي عليها ونغطي عليها ونسيبها دقيقه كمان. شايفين العظمه؟ هدي النار عشان هنولع كلنا. لا انا هطفي خلاص. شايفين العظمه؟ شايفين اللون؟ نبدا بقى نطلعها في طبق. ياخد ساتر يا جماعه مفيش مشكله. شايفين اللون رهيب ازاي اهو.
السمنه دي طبعا مش بتترمي، دي ممكن نعمل طشه ونستخدمها، يعني ايه؟ هنفرشها عليها. ليه يا عماد؟ هتبقى تقيله قوي. طيب هذا هو اللسان كما قال الكتاب. ده حلو على فكره، ده الميكس اللي احنا هناكله بقى. شايفين العيش؟ حبه عيش بيتي كده خطير زي ما قال الكتاب. تعالوا بس انا لسه عاملاهم طازه، ولو عايزين طريقه العيش قولي لي وانا اعملها لا لكم. ما نفتحش كده، نص ونص، عشان انا لا. نص وانت نص. انا نص وانت نص. لا ما هي بصوا، ده كده الغدا كله. شايفين العيش عامل ازاي؟ ياه خطير. تختار انهي حتى ما يعني؟ انت نص رغيف وانا نص رغيف. طيب ده معلش يا جماعه عشان الرجيم. ده النهارده في رجيم يا عم. النهارده فري. بس بصوا. حته صغيره. خد دي هتبقى ايه؟ لا دي كلها دي كتير، نص دي نص دي، اسمها بالنص، نص دي ونص دي. لا مش هقسم انا عايزه حته صغنطوطه، فانا هاخد دي. وانا حته صغنطوطه. اسمي لي دي. عماد متعب. معلش يا نرمو، ما هو برضه يعني دي كلها تاخد شايفين دي. مستويه ازاي؟ دي بقى حبه اللي انت قلتي لي، ده العظمه اللي انت عامله لي عليها عظمه. بصوا. ادوق كده الاول ولا ادوق كده بدي؟ ونحط شويه صوص كده. شويه هنا كمان بقى. مش انت عايز تدول الاول من غير؟ لا حطي وبعدين نبقى ناكل حته كده على ابوها. بصوا يا جماعه. خلي بالك دي مشطشطه، لو عايز تقلل قلل. لا خلاص انا هاكل زي ما انت حطيتي. حته لقمه خطيره. هو ما بتاكلش غير كده يا جماعه، في عيش طازه ساندوتش مع الخلطه العظيمه دي. الخلطه دي سبايسي، ايه رايك؟ عظمه. دي اول مره عماد ياكل لسان. بجد حلو قوي. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.